عادي انت بعد 30 سنه يا مان بعد ده شنو تنفصلوا او تتزوجوا بعد ذاك عادي بتمشي تعمل الدي ان ايه كده بقول لك الثلاثه ديل ما حقنك، اوكي الاثنين ديل حقنك. شوف يا معلم الشريعه الاسلاميه دي زي ما ذكروا لك الشباب وانا ما ادري اعيد لك قفلوا لك الجيم. شوف الشريعه دي جات بضوابط وقوانين وحاجات صارمه. ليه؟ المرأة والراجل زي الشحم والنار. فهمت؟ يعني شوف لو ما يتلموا بطريقة يعني جات بها الشريعة أصلا حيحصل خطأ، أصلا حيحصل خلل. فهمت؟ فيا عبد المنعم الفكرة بتاعتك دي أنا بحترمك أنت، كونك أنت جيت واجهت وجيت قلت أنا بحترمك. أنا بحترم أي زول، تمام؟ بحترم فكرتك إنك أنت جيت قلت الموضوع ده. قد تكون أنت ما اتعمقت في الشريعة، قد تكون انت معجب بالحاجه دي دار تعملها، قد تكون انت مخطئ. ما كتير نحن هسه بنعمل حاجات ما كلها في الشريعه. يعني تلقى البنت متبرجه وما بتلبس مثلا الحجاب لكن عارفه الحاجه دي خطا لكن بتعملها، لكن ما بتنكرها انه تقول لك في الشريعه ما في. قد تلقاني انا مثلا بعمل حاجه عارفه الحاجه دي خطا لكن شنو مؤمن بانه الحاجه دي في الشريعه بتاعتي وفي الضوابط كده الحاجه دي خطا. تمام. انت يا عبد المنعم السؤال اللي بيطرح نفسه، هل انت عارف الحاجة دي في الشريعة وفي الإسلام أنت ومسلم الحاجة دي غلط ولا أنت الفكرة دي عاجباك؟ فهنا ده برضه سؤال مفترض أنت ترجع لنفسك. فيا إخواننا ما أقدر أطول، الموضوع شيق وجميل ونتمنى يسترليني الإرهاق ظاهر في عيونك. نتمنى يا مان بكرة وبعد بكرة المهم أنا ما عارف نلقى تاني فرص وإن شاء الله نحل قضايا كثيرة قدر الإمكان. فيا إخواننا والله تحياتي لكم كلكم، كل الشباب القاعدين المكبسين المشيرين كلكم، شكرا لكم كثير يا استرليني. تحياتي لك يا غالي. ان شاء الله يا أخي. تحياتي لك يعني. تسلم والله. فعندنا اخر حاجه تاني بعد ذاك بنفضل انا ويجنوست يا اخي والله مؤرخ شاكر لك شديد جدا على مداخلتك. الشباب اتدخلوا كلهم مداخلاتكم جميله وزي ما قلت انت بكره ان شاء الله بنحاول نعمل لينك اب ننسق على النقطه دي. وحيكون عندنا منصه باذن الله الفتره الجايه الواحد حيشتغل فيها بصوره احترافيه بس الواحد مستني يظبط السيت اب والحاجات والدنيا دي كلها. حيكون في ستريم من عالم تاني يا مان حنجيب ناس وحنجيب الدنيا كلها قال لك الناس نامت الناس لا لسه صاحيه. فحندي الخدمه تمي وبعد ذاك يعني كيف هيكنوس جبني اياد. حبيبي والله انا ماشي داير انوم يا دكتور. لا لا، قلت لك المره الجايه جبني اياد. نيازي بجيب والله على حسابي ده ما عامل له فل والله حسابه انا ما لقيته يا مان. هو يزوج عمل غانج ما اي سافر. الناس دي كلها زول غنجت يا مان عرفتها هسه انت والله ذاتك غنجه طويله يا مان. لا فالمهم لا، انا اصلا ما ادري ارد للناس دي داير اودعكم كده ورشه اي بس يلا شوف. لانه داخل يلا كيف انت داير اسمع الناس بس. معاك أنا يلا شوف الفرص كتير يا مان. وما شاء الله الناس اكتر من 8 فلو انت كل مره حترد لزول نفسي الناس شوفوا نحن من 200 ولسه عندك زول ما جاته فرصه شوف انت تكلمتها والزول اللي تحت دي لسه ما جاتها فرصه تستلم. فيلا الفرصه بتاعت الاستريم في جستات اكتر من 8 ولا 7 جستات. لو اي زول اخذ 5 دقائق يا مان 7 في 5 دي كم يعني انت اقل مايك يتفتح 40 دقيقه المايك رجع تاني ساعه 20 دقيقه دي الناس اخذت فرصه لسه الناس ما ردت لسه ما شخصنت لسه ما جاطت لسه الموضوع ما انحرف. ده كده ساعه و40 دقيقه في ميوتين بس يتفتحوا ده بتاع المنصه ما يتكلم ولا قال شيء عرفتها. فالموضوع ده بياخد زمن بياخد اتنشن بياخد انتباه بياخد انك ترجع الناس بياخد انك انت يعني قدر الامكان تبعد المساحه بتاعت الاحتكاك بين الناس. الموضوع ده محتاج اتنشن تقيل يا مان عرفتها. تصبح على خير الله يخليك يا دكتور فحندي اخوتنا تامي وبعد ذاك حنجي راجل لك نص عشان انا والله داير اقول تشاو بلا تشاو يا مان اول سليب يا مان بكره قايم بدري والله. تاي تعال اسمعك ولا طبعا في بداية الموضوع كنت أنا أحكي لكم إن زوجي تزوج وقال لي إنه هو متزوج وأنا رضيت وجيت. فالناس يشوفوا مثلا إن واحدة تكون متجوزة واحد متجوز يشوفوها كأنها هي ضعيفة الشخصية وهي تحب مثلا الإهانات وهي مثلا مش مقدرة. يعني كيف تاخد واحد متجوز هي لأنها شخصيتها ضعيفة ولا هيك. لكن بالعكس يعني مش ضروري إنه أنا مثلا راجل متجوز نكون مثلا خلاص إنه ما عندي شخصية ولا نكون مثلا واحدة ضعيفة.
ونكون سهلة يعني. ما عارفة ليش البنات كلهم حاطين الفكرة دي. و بعدين نعرف حتى الشباب لما يجوا هنا أوروبا علاش كلهم يبدو خلاص دارين يصاحبوا بنات، البنات اللي هنا ديل على أساس إنهم بيض وهيك. تلقاهم أول ما يجوا مستحيل، تو أنا كل ما نطلع مستحيل تلقى سوداني ما مصاحب وحدة، وتلقاه أصلا هو كاتب إنه هو متجوز ويجيب وحدة وهي ما عارفة إنه هو كان عامل عرم حاجات من قبليها. يعني المفروض الواحد من أول ما يحط روحه يعني في موقف صعب زي مثلا زوجيها، يعني هو صاحب واحدة وما قدر يفتكها منها، عرفته؟ وفي نفس الوقت اتزوجني وما قال لي إنه هو أصلا قاعد مع واحدة. انا اوريك انا آه. اوريك هنا الانجليزيه ولا الخواجيه عامه، مم. اذا انت كنت ارتبطت معاه وحبتك وانت عامل فيها شيء في الدار تصيع منها، بتمشي تفتح فيك بلاغ تقول لهم اعتدى علي. أيوة ما يقدر. يلا كمان هم مفتحات، ما بتفتح بلاغ الا مثلا تكون مثلا قاعده معاك في الحوش يوم يومين ثلاثه يوم، بص الصبح تطلع المحكمه وتقول لهم مثلا من زول ده أصلاً ده بيته. فهمني؟ فعلا. فانت كده اخذت 5 سنه ولا 10 سنه، فهو متورط الا هي تقول لك خلاص انت ما تنفع معي، بالذات في انجلند هنا الا البنت هي تختلف معك. لكن انت اذا حاولت انك تعمل حريف تقول لها خلاص غوري، هتقول لك حنغور انا وانت السجن مع بعض. فخلاص شوفهم هم كلهم اللي هنا كلهم، يعني ممكن في شوية منهم كويسين تلقاهم كلهم صاحبين بنات، وبعدين يبوا يجيبوا واحدة مسكينة تكون هي ما عارفة أي حاجة، وبعد ذاك تجي تصدم بالواقع. فأنا الحاجة اللي تخليني نقول إنه هو ما خاين، إنه هو جاء وقال لي إنه هو كان يعني متجوز وكده. هو صح ما قال لي أنا كنت يعني مصاحبة، قال لي أنا متجوز وكده توافقي ولا لا، وأنا وافقته وجيت صراحة. ليش وافقته؟ لأني شفته من قبل في تجارب صحباتي كان عندهم الفرصة إنهم يتجوزوا، لكن بسبب خلافات بسيطة ما يتجوزوا الزول اللي هم يحبوه، بعدين يتجوزوا واحد آخر ويندموا، تصير فيها طلاق، تصير فيها لأنه هم ما قادرين يتقبلوا الزول الثاني، عرفته؟ فأنا شايفة إنه أي واحدة تحب واحد المفروض إن هي تتجوز وتشوف يعني تشوف مصلحتها، وممكن بعدين هو يتغير والوضع يتغير، وبالذات بعد ما هو أصلا يعني يكون واضح معاك في الأول ويقول إنه هو غلطان ويعترف بالغلط متاعه. فأنا ما نشوف إنه في حاجة يعني إنه هو كان راجل